السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان شهر الطاعات. تمام يا جماعة. في سن الشباب عندنا، لما كان عندي 20 سنة وأول ما اتجوزت وكده، كنت أنا والجيل بتاعي وأصحابنا وحبايبنا اللي هو جيل 80 و81 و84 و85 وحتى 78 و79. الجيل ده اللي هو العشر سنين ده كده، من 77 لعند مثلا 85. الجيل ده كنا بدأنا على دخول رمضان كنا بنشيل التلفزيون. والله بجد كنا بنلغي التلفزيون نهائي على دخول رمضان. ليه؟ علشان اصل ده شهر الطاعات. احنا كنا وصلنا لمرحله، والجيل اصلا كله على بعضه كان وصل لمرحله جميله جدا. كنا بنيجي الجيل بتاعنا برضو كنا بنيجي بنعمل جدول قبل رمضان، يعني قبل رمضان بيومين ثلاثه كده كنا بنعمل جدول للعباده، وكنا بنقعد مع بعض وكنا بنخرج وبنسهر وبنلعب شطرنج وبنلعب بينج وكنا عايشين يعني. بس كنا بنيجي بقى نشوف ايه الجدول، انت عملت الجدول في ايه، انا عملت الجدول في ايه. طبعا كان في عندنا ناس كتير حافظه قران، فكانوا بيراجعوه في رمضان كله، بيختموه يعني حافظينه قبل كده فبيختموه حفظ كده. طب وهنقرا كم مره وهنعمل كم مره، وكنا بنتنافس بقى مين اللي هيقول اذكار اكتر في رمضان، مين اللي هيعمل كذا في رمضان، مين اللي هيقول اعمل، وطبعا في صدق. يعني انا مثلا ختمت قران وانا واقف بصلي، ماسك المصحف في ايدي وعامل ختمه، بختمها وانا ماسك المصحف في ايدي، بصلي بقى بصلي السنن والقيام والمصحف في ايدي مثلا. دي ختمه. تمام. ختمه مع الاولاد والبيت والزوجه والاولاد وكلام من ده، دي ختمه. في بقى كم ختمه قرايه في المصحف بقى، ماشي في المواصلات، ما كانش لسه في عربيه، كان معظم ركوبنا مترو وميكروباصات وكلام من ده، فالمصحف الصغير في ايدينا على طول. فاحنا كنا اي وقت كان بيجي لنا، كنا في نهار رمضان في مواصله، في الشغل حتى، في شويه قاعدين، كنا بننتهز الفرصه وكنا نقرا قران علشان نخلص، كنا نقول اذكارنا واحنا ماشيين عشان نخلص، واحنا بنعمل حاجه بايدينا كنا نقول اذكار علشان يعني بنتنافس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي منافسه احسن من كده؟ المنافسه على عباده ربنا سبحانه وتعالى. وكنا نيجي بقى اخر رمضان، طب انت ختمت كم مره؟ انا ختمت كذا وختمت كذا، وخمسه مثلا قرايه. انا ختمت مع الاسره، وختمت وانا واقف بصلي، وسبعه قرايه. انا عملت كل يوم ماشي مظبوط، عندي 1000 اذكار متنوعه، عندي 2000 اذكار متنوعه، عندي مش عارف 200 صلاه على النبي، 100 لا حول ولا قوه الا بالله. طيب الصدقات، طلعنا كل يوم صدقات. كنا عاملين جدول، كنا بنيجي نعمل الجدول ده ونقول يوميا لازم صدقه يوميا. طبعا الصلوات كامله، فانا ما كنتش بعمل الصلوات كامله بقى، انا كنت بقول كام ركعه فرض وسنه مع بعض. فالطبيعي في رمضان ما نقلش عن 50. يعني احنا كل جيلنا اللي احنا كنا الشله بتاعتنا دي كده ما نقلش عن 50 ركعه في اليوم، فرض وسنه. في بقى اللي بيعمل 50، في اللي 60، في اللي 70، في اللي 80، في اللي يعجز 5 ويبقى زعلان، اللي هو 45 ركعه بس. يعني هو بيقول السنن المظبوطه اللي هو الاثنين قبل الفجر، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، الاربعه قبل الظهر واثنين بعد الظهر. احنا كنا بنصلي 4 قبل الظهر واربعه كمان بعد الظهر، 4 قبل العصر لان الصلاه غير مستحبه بعد العصر، 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. احنا كنا بنصلي برضه قبل العشاء وبعد العشاء، غير بقى التراويح. انت وهمتك وانت ونشاطك انت وايمانك. 9 11 13 23. يعني احنا لما كنا في الحرم كانت الصلاه هناك 21 ركعه في الحرم القيام، حاجات صغيره، لان طبعا الركعه في الحرم تعادل 1000 ركعه فيما سواه. فطبعا كان بيطول في الركعات، بيزود في الركعات وبيقلل في القران وفي القرايه وفي زمن الركعه علشان خاطر الثواب بتاعها. فانت وهمتك بقى. وحته كمان اللي الواحد يقوم ماسك مصحف. وكنا في جامع مسجد اسمه خاتم المرسلين في شبرا. المسجد ده كان فيه شيخ بيصلي بينا، الله يمسيه بالخير، بقى من زمان، من 20 سنه بقى ولا مش عارف من امتى. كنا احنا بنصلي ركعتين. التهجد او القيام عندنا كان ركعتين دول كانوا ممكن يجيبوا سوره الاعراف، ركعتين 2 بس، سوره كامله زي الاعراف مثلا، ممكن جزء ونص مثلا. 4 ركعات يجيبوا البقره. فسبحان الله يعني. بس بقى الموضوع صعب جدا، صح؟ بس لما بتقرا قران بقى وبتخشع لله سبحانه وتعالى وعبادتك بتزيد، بتلاقي الموضوع سهل مش صعب. زي مثلا لما تيجي تمسك المصحف دلوقتي تحس ان هو تقيل شويه، ان انا امسك المصحف واقرا جزء مثلا.
بعد كده طيب انا المواصله دي تلت ساعه هجيب فيها جزء وانا ماشي، هخلص فيها الجزء ده على ما اوصل. سبحان الله، انت بتحب المصحف والمصحف بيحبك بيشدك له. فهي دي العبادات، هي دي رمضان. لان اللي بتعمله في رمضان بيفضل معاك طول السنه. طب قصرنا في رمضان، طبيعي هنقصر طول السنه. فدي الفكره. انا بقول يا جماعه نرجع تاني لزمان، لايام زمان. هات الجدول، هات ورق وقلم واكتب النهارده في صدقه لازم تطلع كل يوم في رمضان. النهارده في الاذكار، لازم الاذكار 1000 متنوعه، 50 متنوعه. نبدا كده عادي. في ناس بتبدا قويه تقول لك 2000 اذكار في اليوم متنوع. سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله والصلاه على النبي، الصلاه المحمديه، التشهد يعني، لا حول ولا قوه الا بالله، بسم الله ولا اله الا الله. يعني اذكار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هي فالمجموع الحاجات دي مثلا في اللي يقول لك 500، في اللي يقول لك 1000، في اللي يقول لك انا هبدا ب 2000 مره واحده. ليه؟ لان انا بهبط بعد ما لما ببدا قوي باجي بعد كده بهبط. طب لو بدات انت بالراحه ههبط برضه. في يقول لك لا انا بمشي واحده واحده لعند ما اعلى واوصل للرتم الاعلى. في برضه يقول لك انا هبدا القران مثلا ان كل يوم 3 اجزاء عشان اختم 3 مرات في الشهر. في يقول لك انا كل يوم 5 اجزاء عشان اختم 5 في الشهر. في يقول لك طب انا هبدا واحده جزء بجزء، بعد تاني يوم اخليه جزئين، بعد تالت يوم اخليه 3 اجزاء، رابع يوم 5 اجزاء، لعند ما اوصل مثلا بعد اسبوع اكون خلاص حبيت القران والقران حبيني قوي. ممكن اقعد في اليوم 10 اجزاء. احنا كنا بنيجي اوقات في اخر رمضان كنا بناخد اجازه من الشغل اخر 3 ايام علشان نعتكف في المساجد، وعلشان في ال3 ايام دول نختم ختمه ولا ختمتين مره واحده. وطبعا كنا بنقعد في المساجد وكانوا بيشرحوا لنا الاحاديث وكلام من ده. ايام والله العظيم كانت ايام فيها بركه، وكنا بنحس فيها بلذه الايمان. وكان فعلا والله انا كنت بصلي وجنبي ناس والله مجرد ما الشيخ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الاقيه بكى من خشيه الله سبحانه وتعالى، من خشيه اللي هو سمع بسم الله الرحمن الرحيم في القران. يعني احنا الموضوع كان بيبقى تقيل علينا قوي. الناس بتعيط ازاي؟ يعني اول ما دخلنا المساجد الناس دي بتعيط ازاي كده؟ اي ايه يعيطوا عليها، ايه فرح يعيطوا عليها، ايه حزن يعيطوا عليها، ايه فيها عذاب نار يعيطوا عليها. الله، الناس دي في ايه مالهم؟ فلما قعدنا كتير بقى معاهم ووسطيهم وسبحان الله ربنا من علينا بالتقوى والصلاح، بقينا بنعيط احنا كمان زيهم. يعني نسمع ايه فيها عذاب القبر نعيط، آية فيها الجنة نتبسط قوي بالجنة ونتخيل نفسنا في الجنة وندعي ربنا كده واحنا في قلب الصلاة يا رب اكتبها لنا. فلقينا بنتفاعل مع القرآن سبحان، مع القرآن ومع الآيات الصعبة والآيات الجميلة. فيا جماعة والله العظيم هو شهر رمضان ده سبحان الله. وعلى فكرة وقتها احنا كان في دماغنا كان حته الموت فجأة والموت في السن الصغير والحاجات دي ما كناش في دماغنا، ما كناش قدامنا، ما كناش بنشوفها قوي. يعني ما كناش بنشوف اللي احنا يبقى حد من زمايلنا كتير ممكن يموتوا، وكنا بنعمل كده. ما بالك في الزمن اللي احنا فيه ده؟ في اكتر من واحد عنده 30 سنه في كم صاحب مات له، اكتر من واحده عندها 40 سنه في كم صديقه او كم واحده قريبتها عندها 40 سنه ماتت، واقل من 40 سنه ماتت. يعني الموت بقى حوالينا في كل حته. طب ما اولى ان احنا نخاف كمان اكتر، يعني احنا نستعد للموت. فاحنا لا مش هنستعد في شهر زي شهر رمضان ده، هنستعد امتى؟ وبعدين كمان في حاجه بيجي يقول لك ما فيش شياطين في رمضان، بنعمل الحاجه الغلط ليه؟ انت نفسك اماره بالسوء، انت نفسك طول السنه شغاله اماره بالسوء، بتأمرك تعمل الحاجه الوحشه، وانت ما شاء الله غذيتها، عودتها اللي هي تعمل كل حاجه وحشه، عودتها تغضب ربنا في كل حاجه. فلما تيجي بقى في رمضان ماشي من غير شيطان ومن غير اي حاجه اهو، نفسك ديت اللي انت غذيتها دي طول السنه هتعمل معاك ايه؟ هتقول لك روح صلي؟ ما طبيعي هتحسسك ان الصلاه تقيله، هتحسسك القران تقيل، هتحسسك ان ذكر الله تقيل، لان انت مش متعود طول السنه ان انت تذكر ربنا بلسانك. انت متعود وانت ماشي تغني اغنيه، تسمع مش عارف اغنيه، تنزل تهزر هزار مش كويس، تتكلم كلام مش كويس، كلام قبيح. لسانك ونفسك عودتك على كده. فانت برضو محتاج ان انت تروض نفسك في شهر رمضان. علشان كده بنقول ايه يا جماعه، ممكن قبل رمضان بيومين 3 نبدا نروض نفسنا. ليه؟ علشان مفيش لحظه في رمضان تفوتك. انت ممكن يبقى مكتوب لك انت هتموت اول يوم في رمضان، تاني يوم في رمضان، فانت تحب انت تموت وانت قوي في الايمان قوي وفي اعلى همه في الايمان، ولا تحب انت تموت لسه هتتدرب علشان خاطر تظبط نفسك
ازاي تقرا قران كويس، ازاي تقول اذكار كويس، ازاي تتعود ازاي. طيب ما نيجي قبل رمضان بكام يوم ونبدا بقى نقرا قران ونجهز الورد بتاعنا ونقول اذكارنا، نتعود يومين ثلاثه. دخلنا اول يوم رمضان الموضوع سهل جدا، سهل جدا ان انت 1000 ذكر في اليوم، سهل جدا 50 60 ركعه في اليوم، سهل جدا 5 اجزاء ولا 6 اجزاء في اليوم. ليه؟ اصل انت اتدربت قبلها 3 4 ايام. فلما دخلت بقى خلاص دخلت قوي جدا. احنا بنقول ليه؟ لان الحسنات في رمضان يعني الكلمه الواحده في رمضان حسنات جبل من الحسنات. الكلمه الواحده انا نسيت والله العظيم عدد الحسنات في رمضان كانت ايه. يعني الحسنه ب10 امثالها ويزيد سبحان الله سبحانه وتعالى. يعني الحرف الواحد في القران وليكن مثلا بسم الله، بسم ديت باء وساء وميم 4 حروف في 4 يعني 40 حسنه. تمام؟ 40 حسنه في الايام اللي هي مش في رمضان. طب اللي في رمضان بقى الله اعلم برضه بتنضرب في 70 باين ولا تنضرب في كام. يعني احنا بنتكلم في الكلمه الواحده احنا ممكن تلاقيها دخلت في 2000 حسنه مثلا. لو في حد كده يصحح لي يعني وكده. ممكن الكلمه الواحده 2000 حسنه في رمضان، الكلمه في القران 2000 حسنه، زائد كمان الاجر والثواب بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وشوف ربنا هيسهل لك ايه الذكر اللي انت بتقوله. يعني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يتزرع لك نخله في الجنه، شجره في الجنه ونخله في الجنه. فشوف انت لما تقول سبحان، غير الحسنات اللي بتاخدها على التلفظ بالتسبيحه. فشوف بقى انت قلت مثلا 100 سبحان الله، يبقى كل يوم 100 شجره في الجنه، 100 نخله في الجنه بيتعمل لك اهوت حدائق وبساتين في قلب الجنه في شهر رمضان بس. يعني 100 3000 شجره في الجنه، 3000 والارض بتاعتهم دي بتاعتك في الجنه، مكتوبه لك في الجنه. يعني اجري منوع الصدقه في رمضان. يعني هي من غير رمضان الصدقه دي مفعولها عظيم جدا. ده اللي تعبان جدا ومريض بيطلع صدقه عشان ربنا يشفيه. الابن تعبه واللي بنته تعباه، واللي بنته تعباه، او اللي هي بنتها تعباها او ابنها تعباها، بتطلع صدقات علشان خاطر ربنا يهديها. اللي عنده بنت بتذاكر او في ثانويه او كده بتأذكار علشان بتطلع صدقات عشان ربنا يوفقها. ما بالك بقى في رمضان كمان. يعني الموضوع بيبقى جميل. يعني شهر يا جماعه لو حد عرف قيمه الشهر ده وعظمه الشهر ده والخير اللي في الشهر ده، الناس ما تنامش والله، الناس ما تنامش. يعني كانت السيده عائشه بتقول الرسول لما كان بيقيم الليل طول الليل بيقيم الليل وفي شهر رمضان وكذا وكذا، لعند ما رجليه تورمت قدماه من قيام الليل والصلاه وكلام من ده. وبالنهار بيشوف احوال الرعيه والحروب وكلام من ده. بتقول له هون عليك يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان الرسول يرد على السيدة عائشة ويقول لها إيه؟ مضى زمن النوم يا عائشة، خلاص ما عادش في نوم يا عائشة، خلاص احنا نمنا كفاية. دلوقتي ما فيش نوم، هفضل طول الليل أصلي قيام ليل وأقول أذكار وكذا، وبالنهار صايم وبشوف أحوال الرعية وبشوف شغلي. احنا برضه نفس الحكاية، نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لو مش هنقدر نتبعه في اللحيه وفي لبسنا وكلام من ده، نتبعه في اعماله وواحده واحده. احنا ده الايمان هو اللي هيجيبنا يا جماعه. انا بكلمكم والله العظيم انا ضايع. انا نفسي ارجع لايام ما كنت من 20 سنه. انا ما فيش 1 من 10%. والله العظيم انا ضايع فعلا. يعني الصلاه مش قد كده، الاذكار ما فيش، القران يعني الواحد حالته وحشه جدا جدا. ومفيش حد الواحد يسمع له يدخلك قلبه كده على طول تفهم منه. ليه بقى؟ لان معظم الدعاة اللي طالعين دلوقتي واللي بنشوفهم ما بيبلغوش الدعوه بنيه خالصه. ما بيبلغوش الدعوه بايه؟ بنيه خالصه. لا هم بيدعوا علشان خاطر الشهره، بيدعوا عشان خاطر الفلوس، بيدعوا عشان خاطر المكانه، بيدعوا مش عارف ايه. نادر لما تلاقي واحد فيهم اخلص في الدعوه بتاعته علشان عايز انت ليك الخير، عايز ليك الخير، نادر. ولو واحد اخلص قوي وهو بيدعو واحد للاسلام او بيدعو واحد لعمل الخير او بيدعو واحد عشان المعصيه يسيبها، ربنا لازم يكرمه ويوفقه. هي على حسب اخلاص الشخص اللي بيدعي. يعني واحد يقول لك ده انا فضلت انصح في ده علشان خاطر يسيب مثلا المخدرات اللي بيشربها،
كل ما اقابله انصحه، كل ما اقابله انصحه، هو اللي وحش؟ لا يا باشا، انت اللي ما نصحتش كويس، انت اللي ما اخلصتش النيه لله سبحانه وتعالى اللي انت تنصح كويس. انت لو كنت قلت يا رب انا هنصحه لوجه الله، لا عايز منه حاجه، ولا عايز حد يعرف ان انا بنصحه، ولا عايز هو حتى يتبسط مني ان انا بنصحه، ولا عايز اي حاجه خالص، الا ربنا اللي انت تهديه يا رب. لو اخلصت النيه قوي قوي، سبحان الله، بعد ما تخلص كلامك هو هيهتدي، ربنا يهديه. لكن احنا الرياء دخل حياتنا بطريقه وحشه جدا، وبقينا بندور على الفضيح بطريقه وحشه جدا. وده بقى في برامج دلوقتي يقول لك الجريمه مش عارف ايه، حكايه الجريمه ايه يا جماعه؟ في ايه؟ اصل هيتكلم على واحده قتلت جوزها هي وعشائها، اصل هيتكلم على واحده قتلت بنتها، اصل هيتكلم على واحده في اتمسكوا في شقه مش عارف ايه. يا جماعه ده يا نهار ازرق، ده سيدنا علي بن ابي طالب بيقول ايه؟ لو رايت الفضيحه بعيني بأم عيني، لو رأيت الفضيحة بأم عيني لسترتها بردائي، أنا هخبيها عشان ما حدش يشوفها. إحنا بقى نروح نجيبها ونتكلم فيها، ولو واحد نصح بقى يقول لك إيه يا جماعة الاسم فيه ميم ميم مثلا. طب ما الناس هتدور وتعرف دي مين ولا منين ولا كلام من ده. أنت ليه تنوه عليها ليه يعني؟ يا جماعة حرام عليكم. المجتمع ماله نهار قوي كده ليه؟ إيه ده؟ غيبة ونميمة، اتباع عورات، فضايح للناس، كذب وضلال، الشغل حاجه وحشه جدا. مفيش حل الا احنا نرجع لربنا، بس نرجع لربنا وعباده ربنا بجد، ومالناش دعوه باي حاجه تانية، مالناش دعوه بحاجه نهائي. احنا نعبد ربنا ونرجع لربنا بس، ونشوف عملنا، لان من عباده ربنا عملنا، العمل بتاعنا يبقى طيب ويبقى كويس. فانا يا جماعه قلت لكم اللي عندي والله العظيم، ولا انا عالم ولا انا شيخ ولا انا اي حاجه خالص، بس انا حاجه حاسس بيها وعايز ابدا فيها فعلا، وعايز اقول رمضان دي يمكن هو دي فرصتي الاخيره. عدى عليا 10 رمضان قبل كده ما عملتش فيهم حاجه، ما يمكن ده رمضان دي ربنا بعتني علشان اقول الكلمتين دول عشان تبقى فرصتي الاخيره. ممكن بعدها اموت، ما حوالينا كتير ناس ماتوا، يقول لك ده اخر حاجه كتبها قبل ما يموت، ربنا يرحمنا ومش عارف ايه، وافتكروني لو انا مت، وتلاقيه مات بعدها باسبوع، بعدها بيومين. فممكن يبقى رمضان ده اخر رمضان، ممكن يبقى اول يوم رمضان، تاني يوم رمضان يبقى الواحد يموت فيه. طب تموت بقى على عباده وعلى صيام وعلى تقوى وصلاح، ولا تموت ازاي؟ طب اخر رمضان ليك المفروض تقضيه ازاي؟ هتقابل ربنا بعده هتعمل فيه ايه؟ لازم تجري، لازم تعمل كل حاجه خير فيه، لازم توبه نصوحه، التوبه، وتاكد ان ربنا هيقبل توبتك. انت اول ما تتوب لربنا توبه نصوحه، اللي انت مش هتسيب الذنب ده، وهتسيب كل حاجه وحشه، وهترجع لربنا في كل حاجه، ونيتك فعلا ان انت تعمل كده فعلا، وانت حابب ان انت تعمل كده، ربنا هيجيبك، ربنا هيجيبك. ما ربنا بيقول ايه؟ من اتاني ماشيا اتيته ايه؟ هروله. يعني اللي هيجي لي تايب وهو جاي ماشي كده، ربنا سبحانه وتعالى هيقبل عليه جري. سبحان الله يعني. وربنا بيفرح بعبدة بتوبة العبد، يعني ربنا بيفرح بتوبتنا احنا اكتر من فرح الام لما يبقى لها طفل في قلب الصحراء ويتوه، والصحراء طبعا ما فيش ميه وفي حيوانات وتعابين وكلام من ده، وفجأة تلاقيه، شوف فرحتها عامله ازاي. ربنا افرح بتوبتنا اكتر من فرح الام اللي هي تلاقي ابنها في المكان الوحش ده. فيا جماعه ربنا جميل قوي، وربنا يا رب يكرمنا ويرزقنا حبه وحب من يحبه، وحب كل عمل يقربنا الى حبه يا رب. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك، وحب كل عمل يقربنا الى حبك. في دايما دعوه بحب ادعيها قوي، اللهم ارزقنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. اللهم ارزقنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واعتق رقابنا في هذا الشهر العظيم. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر العظيم. اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا، اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا، اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا. اللهم اختم اعمالنا كلها خيرا، ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا رب العالمين. اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله نلقى بها وجهك العظيم. قنا عذاب القبر، وقنا عذاب النار، وقنا فتنه المحيا والممات، وفتنه المسيح الدجال. نعوذ بك من الفقر، نعوذ بك من الفقر كما استعاذ الرسول.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا مالك الملك ذي الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا مالك الملك، يا معطي يا مانع. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب العالمين أن تهدنا إلى طريقك المستقيم. اللهم اهدنا إلى طريقك المستقيم. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد زوجاتنا، اللهم اهد أهلنا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا جميعا الجنة يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. انصر الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام في بقاع الأرض كلها يا رب العالمين. أعلو راية الإسلام عالية خفاقة يا رب العالمين. عليك بأعدائك أعداء الدين، عليك باليهود، عليك بأعدائك أعداء الدين وكل من عاونهم وكل من أيدهم يا رب العالمين. ارزقنا التوبة والصلاح، ارزقنا التوبة والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتي.